والوصفه ديال هذا النهار كما كتشوفوا معايا اخواتي وصفه لشرب الشاي من حريشات اللي كيتباعوا في المحلات كيجيو اكثر من روعه. صدقوني الا جربتوهم واحد المره ما غاديش تستغناو على الوصفه، غادي تجربوها وتعاودوها وتعاودوها لانها فعلا وصفه رائعه وتستحق انكم تجربوها. قبل ما نشوفوا اخواتي مكونات الوصفه ديال هذا النهار، ما تنساوش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وغادي نحتاجو على بركة الله لزوج حبات ديال البيض، الحجم ديالهم يكون شوية كبير وبطبيعة الحال يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. ضفت كاس قل رباع ديال السكر سنيدة وضفت 7 غرام ديال الفاني. من بعد ما خلطت المكونات مزيان كما شفتوا معايا حتى تبدل اللون ديال البيض، غادي نضيف كاس قل رباع ديال الزيت وغادي نضيفوه على دفعات وانا كنحرك في نفس الوقت. من بعد ما انسجمت الزيت مع باقي المكونات غادي نضيف معلقه ديال العسل، والعسل راه ضروريه ومهمه في هذه الوصفه هذه، كتعطينا واحد الحموريه وفي نفس الوقت كتعطينا واحد الهشاشه لهاد الحريشات هادو. غادي نضيف الكأس الأول من السميد نوعية جيدة، ضروري ما تكون مغربلة من قبل. هذا الكأس الأول كما شفتوا معايا غادي نخلط. وغادي نضيف الكأس الثاني من السميد كما كتشوفوا معايا اخواتي، وغادي نضيف 14 غرام ولا 16 غرام ديال الخماره. الا كان عندكم الساشي فيه 7 غرام تقدروا تستعملوه، والا كان عندكم الساشي فيه 8 غرام تقدروا تستعملوه. المهم تستعملوا زوج ديال الساشيات، انا هنا درت 16 غرام. في الاخير غادي نجمع العجينه ديالي بزوج كيسان ديال الدقيق الابيض. هذا الكأس الاول فارينه او لا دقيق ابيض نوعيه جيده واكيد راه مغربل من قبل. هذا الكأس الاول وغادي نضيف الكأس الثاني باش تجمع معايا العجينه.
اولا يتجمع معايا الخليط ديال الحريشات. بالنسبه للقوام كما كتشوفوا معايا اخواتي كيكون كيتلصق في اليدين. هنايا غادي نجمعو مزيان، ومن بعد غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه يرتاح تقريبا واحد ل5 ديال الدقائق، ومن بعد عاد غادي نرجع باش نشكل الحريشات ديالي. وغادي ناخذ واحد الكميه كما كتشوفوا معايا اللي ما كتكونش صغيره، كميه معقوله من الخليط. صافي غادي نبدا كنكور، كندير شويه ديال الزيت في اليدين ديالي، يعني كندهن يديا بشويه ديال الزيت، كنبدا كنكور وكنحط مباشره في السميده وكنحط في الصني اللي غادي يدخل للفران. وكنعاود ندهن يدي بشويه ديال الزيت، وكناخذ واحد الكميه كما كتشوفوا معايا من الخليط وكنديرها في السميده، ومن بعد كنحط مباشره في الصني اللي غادي يدخل الفران. بالنسبه للطريقه ديال الطياب اخواتي راها جد مهمه باش ينجحوا معاكم. الفران كيكون مسخن من قبل تقريبا واحد 15 ما بين 15 حتى 20 دقيقه. يكون مشعول من التحت او من الفوق. من بعد ما ندخلو يعني الحريشات يطيبوا، كنطفيو النار اللي كتكون من التحت، كنخليو النار غير اللي كتكون من الفوق باش يتشققوا، ولكن غادي نقصوا لها على اقل درجه. الثانيه كتكون بعيده على النار باش تشقق او لا يتشققوا على خاطرهم وما يتخطفوش في الطياب. الا تخطفونا هكذا في الطياب قبل ما يتشققوا ما غاديش يجيوكم زوينين. نقصوا البوطه وكتكون يعني الصينيه بعيده على النار اللي كتكون من الفوق. صافي من بعد ما يتشققوا وياخذوا واحد اللون ذهبي غادي نطفيو لهم النار اللي كتكون من الفوق ونشعلوا لهم النار اللي كتكون من التحت باش يكملوا الطياب ديالهم. وكيكون اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو واعرين زوينين زوينين بزاف، لا في المنظر ولا في المذاق. بالنسبه للوقت يعني تقريبا ما بين 10 حتى 12 دقيقه كيكونوا طايبين، يعني مشقين وطايبين. وإلا جربتهم اخواتي ما تنساوش ترجعوا للقناه وتخليوا لي التعليقات ديالكم وتقولوا لي كي جاتكم الوصفه، لانها فعلا زوينه وانا متاكده الا جربتوها اخواتي راها غادي تبقى وصفه معتمده عندكم. شوفوا معايا كيفاش كيجيو يعني مشققين، واللون ديالهم زوين بزاف،
وحريشات، يعني حتى في المذاق كيجيو زوينين. وشفتو معايا يعني بساط، ما فيهم لا كوك ولا حليب ولا دانون ولا حتى شي حاجه، وكيجيو زوينين كما كتشوفوا معايا. غادي نبدع معكم وحده اولا نقسم معكم وحده وتشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. صراحه كيجيو زوينين بزاف.